تفتكر لو قُلت لك إن جوّه دماغك في عين تالتة، مش بتشوف العالم اللي حواليك، لكن بتشوف اللي جواك، عين صغيرة من غير جفن، بس لها قوة تخلّيك تشوف حاجات ما حدش غيرك شايفها، اللي الناس بتسمّيها العين التالتة، العلماء بيسمّوها الغدة الصنبورية، عضو صغير جدًا بحجم حبة الرز، موجود في عمق الدماغ بالضبط، في النُص. الغريب إن شكلها فعلًا شبه العين، وفيها خلايا حسّاسة للضوء، يعني هي مش مجرد خرافة، لأ، دي فعلًا بتتفاعل مع النور والضلمة. الوظيفة المعلنة ليها إنها بتنظم النوم وبتفرز مادة اسمها الميلاتونين. بس السؤال اللي محير العلماء من قرون، ليه الغدة ده عندها نفس تركيبة خلايا العين الحقيقية؟ وليه حضارات قديمة كانت شايفة إنها بوابة الإدراك؟ في مصر القديمة كانوا بيرسموا عين حورس في نفس مكان الغدة الصنبورية في المخ، وفي الهند بيسموها شكل الأجنة، المركز اللي الإنسان بيشوف منه الحقيقة مش بعينه لكن بروحه. وبعض النظريات الحديثة بتقول إن الغدة دي ممكن تكون مسؤولة عن الرؤية والأحلام والإحساس بأشياء ما تتشافش بالعين العادية. يعني لما تحس وتشوف حاجات غريبة العين العادية مش بتشوفها، حاجات ما تعرفش توصفها، أو تشوف حلم كأنه واقع. ممكن تكون العين التالتة هي السبب. يمكن العين التالتة مش علشان تشوف الدنيا حواليك، لكن علشان تفتح لك باب تشوف بيه نفسك. والسؤال الحقيقي هنا، هل فعلا أنت شايف ولا لسه مغمض؟